السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار سلسلة قذائف الحق الموجهة لمسيلمة العشاب والشرذمة اللي معه، غادي تشوفوا بإذن الله بعد قليل مقطع البروفيسور رشيد حصيدة اللي من خلاله غادي يزيد يكشف ويزيد يفضح مسيلمة والكلام اللي كيقول ودوك الخزاعبلات اللي كيضل ينشرهم، ماشي غير في المجال ديال الشريعة ومجال الدين، وإنما حتى في الأمور اللي يزعم أنه متخصص فيها. بروفيسور رشيد حصيدة متخصص في الإنعاش والتقدير، وبالمناسبة أنا حضرت قبل 20 سنة تقريبا العملية ديال الإنقاذ، محاولة ديال إنعاش طفل جال المستعجلات، وأنا حاضر واقف تنشوف بعينيا هاد العملية ديال الإنعاش، واللي بفضل الله سبحانه وتعالى كانت ناجحة. كان الوليد سبحان الله يعني ما بين الحياة والموت، شنو كيتسنى فقط واش الأجل باقي ولا لا، وأيضا السبب اللي كان على يد هاد البروفيسور رشيد حصيدة. وسبحان الله هاد المشهد هذا أثر فيا واحد المدة وأنا تنشوف ذاك المشهد، خاصة أن الأم ديال هاد الطفل هذا ربما كان العمر ديالو تقريبا 9 سنين 10 سنين شي حاجة بحال هكا. الأم ديال هذاك الوليد يعني عندها غير هذا الولد هو اللي عندها، فتخيلوا معايا الوضع ديال ديك الأم وهي تشوف الولد ديالها في عملية الإنعاش، يعني جايباه بالحياة والموت. تخيلوا معايا غير القلب ديال داك الأم كيفاش بيكون. أنا وأنا حاضر يعني بينه وبين الطبيب يعني 3 أمتار، يعني حدايا تنشوف ديك عملية الإنعاش. من بعد ملي شفت الوليد يعني فاق وتحرك واحد المدة والطبيب خدام معاه، هذا البروفيسور رشيد حصيدة جزاه الله خيرا، المدة ديال الإنعاش خدات واحد المدة. فأنا ملي خرجت من هذاك المشهد هذاك بقى أيام وهو مأثر فيا، فيما تنشوفوا سبحان الله العظيم تنشوف مجموعة من الأمور كيفاش حكمة والتدبير ديال الله سبحانه وتعالى للأمور. فباش ما نزيدش نطول عليكم أكثر غادي نخليكم إن شاء الله مع المقطع ديال البروفيسور رشيد حصيدة. ولكن قبل لبست هاد الكبوط هذا، غير بغيت نقول لكم علاش لبستو في هذا النهار بالضبط وعلى حساب هذا الفيديو هذا، لأن مسيلمة درت عليه واحد المقطع من قبل، لأن كما تشوفوا راه بزاف ديال المقاطع درناهم عليه، لكن قبل أسبوعين تقريبا درت واحد الفيديو نشرته وتكلمت فيه، فهو ما عجبوش وتعصب عليا بطبيعة الحال وخرج وعرق عليا مزيان، والمقطع راه رديت عليه. لكن الزوين في المقطع لأنه هو كلامه تيضحك، وتا ملي تيخرج خاصة ملي تيخرج يسبنا ويشتمنا أنا والله تنضحكوا. هذا المقطع أنا ملي لقيته صيفطته للوالدة ديالي الله يشافيها حتى هي ويخليها لينا يحفظها لينا ووالديكم ووالدي المسلمين، صيفطته لخوتي راه تنضحكوا يعني انا تنتمرغ بالضحك وهما تيضحكوا وشادين فيا. قالوا لي قلت لهم انا راه المتعه ديالي هي هذيك ملي سمعوا تيسبني. هذا الكبوط هذا حتى هو عيب فيه، قال داير لي واحد القناه وداير واحد اللحيه وداير واحد الكبوط وعسير تقرا سير دي على اي نضحكوا شي شويه حتى حنا مادام الامر كيضحك اللهم نضحكوا. المهم نخليكم مع البروفيسور رشيد حصيدة وما تحاولوش تنكدوا على راسكم، الا لقيتوا شي فرصه باش تضحكوا استغلوها وضحكوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سعيد بلقاكم مره اخرى وعيدكم مبارك سعيد. اخبار الفايد تروج في كل مكان وفي كل موقع، وأصبح الناس يتداولون أخبار الفايد بالضحك وبأنه بالنكت، لأنه هو درع الرسول. لماذا درع الرسول؟ لأن إنسان كان ربما في زمن من الأزمنة يتكلم عن التغطية ويتكلم بواحد اللهجة كتعجب ذاك المغربي العادي، المغربي العادي مسكين اللي كيسمع كيعجبو ديك الهضره، خصو كيمزجها شويه بالدين والناس عزيز عليهم الدين. ولكن هاد الدوره ديال 360 درجه اصبح يتكلم عن اشياء تافهه. لماذا تافهه وانا اصبحت انزعج للرد عليه ولو يقول اشياء خاطئه؟ لانه يتكلم بجهل، هو لم يتعلم الفقه ولا الدين ولا العقيدة، المسار ديالو لم يتعلم. إنسان عصامي، والإنسان العصامي اللي يتعلم بوحده ربما يخطئ أكثر مما يتوفق، لأن جميع الفلاسفة وجميع علماء الإسلام من ابن رشد بن سينا اللي هو عزيز عليه إلى
فقهاء الأولى علماء الإسلام كلهم عندهم أساتذة، كلهم عندهم واحد المسار دراسي، لأن المسار الدراسي يعلمك المنهجية وتأخذ العلم الصحيح. أما لقريت كتاب، أنا لا يمكن أن أتعلم الطب من الكتب، ولو تعلمت الطب من الكتب أصبحت طبيب نظري لا يمكن أن أعالج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الفايد عمرو ما عالج الناس عن قرب. كيف يمكن أن تنصح الناس وأنت لا تعلم فائدة أو مفعول الدواء مباشرة عند المريض؟ لا يمكن تجي لواحد مرا كاميرا وكتقول نصائح وأنت لم تستعملها في الواقع. لا يمكن أن نجي نتكلم معكم على واحد علاج ديال الآلام ولا علاج ديال أي مرض ونقول لكم هاد الدواء وأنا ما جربتوش على الناس قدامي. أما هذيك الأجوبة عبر الانترنت وبأني عالجت الناس وجاتني رسائل، هذا كلام خاوي، هذا كلام خاوي ليس بمنطقي وليس بحجة. والسي رضواني الله يجازيه بخير جمع كاع الأبحاث ديال هاد الفلان وقال لك بأن هاد الشيء ما كاين حتى شي بحث سريري. النقطة الثانية، هو لم يدرس طب، قال كان كيدخل في السنة الأولى والثانية على ذاك الهيستولوجي والفيزيولوجي، هذا كنسموا حنا دي سيونس فوندامونتال ليس بطب. لا قرا لا بيوشيمي ولا قرا لا فيزيولوجي وقرا الاناتومي وقرا الهيستولوجي، هذه كنسموها الفوندامونتال الأساسيات وليس بطب. لأن السنة الأولى والثانية في الطب كنقراو هاد السيونس فوندامونتال، يعني كيوجدوك كي تتلقى علم الطب. السنة الأولى والثانية كيعطوك واحد لاباز باش يمكن تفهم الطب في السنة الثالثة والرابعة والخامسة. عاد كتبقى تقرا في السنة الثالثة أعراض الأمراض، شوية الأشياء المجهرية. عاد في السنة الخامسة كيبدا العلاجات، وعاد هادشي كلشي غير كافي، هذا تعليم نظري. عاد التعليم الميداني لي ستاج، حتى الناس كيديروا التغذية كيديروا تداريب. دونك هو غير كياخذ واحد الهاله كبيره وكيتم على الناس والناس كيتبعوه، هو لم يدرس شيئا، هو انسان يجهل هادشي كله. هو قرا علم تصنيع الاغذيه وكذلك، ولا عمره ما قرا الحميه العلاجيه، عمره ما قرا. واش كنقولوا 100 مره. ماشي مسائل ديال الدين، هو كيتغير القران، وهذا خطا كبير. لان الرسول ما جاش، اسمح لي على هذا التشبيه، ما جاش قرا لنا غير القران. الله سبحانه وتعالى لا نعلم ماذا كان يقول له جبريل، كيف كان الوحي. وهاد الصحابه السي الفايد ما كيسولوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما كيسولوش، ما كيشرح لهمش. فسولوا عن الروح، يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي لا يعلم احد. وتجي انت بدون علم وتقول الروح نظام وتبقى تطول فيه بدون علم. شكون اللي قال لك هادشي؟ من اخبرك؟ هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، وهو يقول لك الملائكة لا نعلم من أين خلقت، وكاين اللي قال لك يعيش 5 دقائق، كاين اللي كيعيش سنة. من أخبرك؟ ياك ما كانش في القرآن، من أخبرك؟ ثالثا، تؤيد نظرية داروين، ونظرية داروين كلها كفر والشرك، بأن الإنسان تطور من غير العاقل إلى العاقل، وهذا هذه النظرية هي كفر. وجاء كاع العلماء ديال الغرب، علماء الغرب نفوا هذه النظرية. ملي كتقول العقل يصل إلى الله، والإنسان لما توصلش الروحانيات كيبقى حيوان، وهذه لم يخبر بها لا الوحي ولا الأنبياء ولكن العقل. من أعلم بالله في الأمة ديالنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خبرناش بها كون كانت بصح. الله سبحانه كيقول لك نفخت فيه من روحي، ماشي الروح الله، من الروح اللي خلق الله، بحال بيتي مكتبي هذا كأسي ديالي أنا خلقته. إذا ما تقولش شي حاجة من اختراع عقلك.
العقل ديالك باش نعرفوا بان المستوى العقل ديالك مزيان، كتقول كل شيء بالعقل. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرحش شنو هي الروح، كتبقى من الغيبيات، وتجي انت وتتكلم كون كان عندك واحد الباع ولا عندك واحد المستوى دراسي قوي. حاجه اخرى وهذه اهم، ملي كتكلم على الانسان يمكن يوصل للخالق بالعقل، لماذا ارسل الله انبياء؟ والخصوص وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة بالنسبة لك سي الفايد؟ كون كانت العبادة هي فقط الأخلاق والمعاملة وإلى آخره لا إلى آخره، هذوك البوذيين عندهم المعاملة مزيانة راهم يعبدون الله، هم مشركين كفار. دونك العبادة فيها الأخلاق فيها المعاملة، ولكن فيها العبادة الله سبحانه وتعالى، بأنها إحنا عباد الله ونفعل ما يأمرنا به الله فقط. حاجة أخرى والكثير، هذه لا يزال كثير، تاخذ المقولة ديال عمر الخيام وديال أبو بكر الرازي. قالوا أبو بكر الرازي وعمر الخيام ينفون النبوة، إذا اللي كتتآمن بهم دونك أنت الفكر ديالك بحالهم. كاين شي ولا ما كاينش؟ رجعوا حاجة أخرى، وهذه هي الصاعقة التي غطتك اللور، وهي أنت لا تؤمن بأشياء، ولكن من السياق ديال الفكر ديالك تحتاجها كتستعملها بلا ما تشعر، كتستعمل الأشياء من الحديث ما يوافق ما تريد أن تقوله. وهادشي كله سي غيان بارابور بأن وزيت انكابابل باش دير واحد لونتروتيان اون ديريكت، ما عندكش القدرة باش تناظر الناس، لأن العلم ديالك ما كاينش علم. الأستاذ رشيد نافع طلب منك المناظرة تتخوف، احنا عطيناك تحديات ما درتيهاش. ولكن الخطير في الأمر هو الإنسان ملي كيكون في هذا الطريق يراجع نفسه، يقول وقيلا يمكن هذاك ماشي هو هذاك، يمكن أنا خطأ، ولكن نرى بأنك غادي بواحد الطريق خاطئ جدا. ومالغري تو سا لا أظن بأنك كتستوعب النقد ديال الناس. وعندك واحد الحاجة خطيرة كذلك، إما عندك انت جوج الناس، إما واحد كيصلي ويتعبد الله ويسرق ويكذب، وعندك واحد الأخلاق جيدة ولكن لا يعبد الله. أسي المغرب خرج من دارك وفهم، شوف غير صلاة العيد، شوف التراويح، شوف الناس تثبت بالفطرة ديال العبادة. ومالغري سا ماشي مالغري سا افيك سا كتلقى المغرب يتطور، الصناعة، الفلاحة، الأعمال، الطب، السبيطارات اللي كاينين. دونك الإسلام والتعبد ما كيحبش التطور العلمي، بالعكس يدعو إلى التطور العلمي ولكن بعلم. إذن هاد كتقول انت الكهنوت محنطين، كلمات تخرج من فمك دون أن تستوعبها. وأظن بأن كفاية وصلت لواحد الطريق مسدود، لا يمكن أن تتخطى هذا الطريق، لأنك أصبحت تؤمن بأشياء خطيرة جدا. تؤمن بنظرية التطور وهي منافية للشرع، تقول كما يقول ابن رشد بأن الله اخترع الإنسان، يعني خلقه من تراب، ولكن الله راه خلق كل شيء من عدم. الله هو الخالق، ومن خلق التراب كان موجود أزلي. تؤمن بأن الكون أزلي، ومن خلق هذا الكون؟ الله خالق كل شيء. أتستقشى أمور أنا أحذرك، لأنك غتوصل لواحد الأشياء خطيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.